شخصيته مش كويسه وعصبي وبيجرح شعوره وبيأذيه وبيعتدي عليه بيضربه. اما يجي يقعد قدامي وهو في جلسه نفسيه في بعض الاحيان هيشوف فيا انا ابوه وهيغضب عليا، ابقى انا متفاهم ده، مش هقلب عليه الترابيزه واقول له انت ايه اللي بتعمله ده، انا هنا الدكتور فلان. لا، تحتوي ده. الطرح والطرح العكسي كمان، ان كمان المعالج او المشير بيطرح هو كمان وبيشوف في اللي قدامه حاجه ثانيه. بمعنى ان في كل جلسه نفسيه لما هنبقى ندخل في الكلام ده دايما بتكتب ملاحظاتك، تقول له انت حاسس بايه في اخر الجلسه، حاسس بايه دلوقتي. ساعات يقعد يتكلم يقول لك يعني المشكله الفلانيه ما لقينالهاش حل، تقول له انا بقول لك حاسس بايه، ما تعقلناش، ما تشتغليش بدماغك. يعني حاسس يعني حزين، فرحان، غضبان، قرفان، متضايق، مرتاح، مسترخي، حاسس بالذنب، حاسس بالفرح، حاسس بالاحساس، فيلينج يعني. فبكتب بيقول انا غضبان، طيب كتبنا هو غضبان، وبعدين بسال انا نفسي بقى كمان، وانا بقى كنت قاعد حاسس بايه عشان اشخص نفسي انا كمان واشخص القعده دي كلها. انا كنت قاعد نفسي القعده تخلص، متوتر ليه؟ هسال نفسي. متوتر لانه شايف في حاجه مني، من ضعفي، من خيبتي، ممكن. ولا متوتر لانه هو في عصبيته، غضبه، شكه الشديد وترني، ممكن. ولا متوتر عشان عاوز اقوم بقى اروح وجعان ومش فاضيله، ممكن. اما في القعده الثانيه دي كنت سعيد قوي ومش عايزها تخلص. ليه؟ انت عامل طرح انا يعني على اللي قاعد قدامك ولا قاعده قدامك ولا ايه؟ لحسن اجي اساعده الاقي نفسي انا بقى احاول اساعد روح انا، واخدين بالكم؟ او انا معجب بالقعده يعني. خلي بالك عشان برضه ايه؟ تحسب الحسابات. حاضر. طبعا الممارسه هتجيب. فيبقى ما زال البيزك كونسبتس او المفاهيم الاساسيه في نظريه فرويد. نعود الى التسميات. 1 تشريح النفس الانسانيه، الايد هو والانا الاعلى، والصراع النفسي والطرح العكسي معاه. نيجي على اللي بعدها، نتكلم على مفهوم الشعور واللا شعور، العقل الواعي والعقل الباطن. فاكرين لما شرحنا النفس وقلنا فراغيه كده، وقلنا اوضه في النور واوضه تحت في الضلمه؟ هو نظريه فرويد تشتغل كتير قوي، او معظم النظريه شغاله على الانكونشس، العقل الباطن، الاوضه الضلمه اللي تحت، اوضه القرار، اللي كان فيه مسافات بين العقل الواعي المنور والاوضه الضلمه تحت تسمح بالمرور في اتجاه ايه؟ واحد، من فوق لتحت وخزن، من فوق لتحت وخزن في اللا شعور. عشان كده عاجبني انا القعده في الاوضه الضلمه النهارده دي، احنا قاعدين في اللا شعور اللي هي فين عندنا يعني؟ اللي هي الحقيقه في الذاكره، مراكز الذاكره، اللي هي فين كمان؟ اللي هي العقل الباطن، اللي هي شايله كل اوجاعي وصراعاتي والامي واحلامي ومخاوفي والجعان يحلم سوريش، كل حاجه يعني. تبان فين بقى؟ طب هي اوضه ضلمه وبتدخل ويتقفل عليها في الدريمز. عشان كده بقى واحده المفهوم اللي بعد كده فرويد اتكلم على تفسير الاحلام، interpretation of dreams، عملها كتاب كبير، بس مش بطريقه بقى قدامك سكه سفر والكلام ده، لا ده كان، ولو انه برضه هو فسرها هقول لكم كانت نظريته ايه برضه تمشيا مع بقيه النظريه. فهو كان يرى ان كل الاحلام هي تمثل الغريزتين اللي قال عليهم دول، وان كل ما هو له طول يبقى ده العضو الذكري، العضو الجنسي الذكري، شجره، عصايه، مش اي حاجه كده، يبقى ده تفسيرها عنده.
واي ما هو غابه وشجر وحاجات كده يبقى ده اكنها الاعضاء التناسليه المرض. طبعا بعد كده الدنيا اتغيرت قد يكون، انما ليه بقى هو جاب منين الكلام ده؟ هو جاب الكلام ده من تحليل حاجات في المرضى زي ما حكيت لكم دلوقتي. كمان اللا شعور يطلع في حاجات تانية، يطلع في ايه؟ في فلتات اللسان. فهو اتكلم على حاجة اسمها تانج سليبس، واحدة باخده من نظريته، فلتات اللسان او التانج سليبس. يعني ممكن واحد يقعد يبقى واخد باله من كلامه واخد باله من كلامه وبعدين في وسط الكلام كده تروح واقع كلمة كده. ده اللي طالع من اللا شعور. دي اللي من فضلة القلب ايه؟ انا ممكن اقعد امثل وازوق كلامي وبتاع، انما تلاقي حاجات تروح واقعه كده تقول هو ده القلب بتاعه. تانج سليبس. عشان كده احنا في الجلسه النفسيه في التشخيص النفسي ساعات نسيب مساحه شويه للمريض بالذات اللي عنده اضطرابات كبيره انه يتكلم شويه، مش سؤال وجواب زي البشكتله كده زي ساعات نعمل وكيل نيابه سين وكيم. ودي اكتر حاجه يعني في طلبة مثلا ماجستير لما بيجوا ياخدوا تخصص النفسية ده ويجوا يمتحنوا، اوحش حاجة مش مقبولة انه ما يعرفش يستمع للمريض ويديله مساحة شوية انه هو يقعد يتكلم، عشان ده اللي هيطلع في وسط الكلام بعض الحاجات المهمة. ترابط التفكير مش هيبان الا لما اسيبه يتكلم شوية، مربط ولا مش مربط، ولا القطر بيطلع عن السكة ويحوي في السكة الثانية، ولا بيحصل له وقفات، ولا بيحصل له اي حاجه من هناخدها غالبا في اضطرابات التفكير يعني. فلازم تسيبه شويه يتكلم، ما ينفعش اسمك ايه؟ طب سنك ايه؟ ويجي بقى الشخص عاوز يحكي شويه تلاقوا الطبيب الصغير يعني وهو في الامتحان يقول له استنى جاوب على اللي انا بقول لك عليه بس. هو يا عيني مزنوق في الوقت وخايف للوقت يجري منه، انما طبعا اللي قاعدين بيأوبزرف وبيشوفوا المقابل دي عليها درجة لوحدها، ان هو عارف يسمع ولا لا، عارف ينظم الوقت بين. طبعا العيان اللي بيتكلم وكلامه هيشخص له مهم، انما في كلام تاني بيبقى عايز الواحد يوقف. يعني هو جاي يحكي لك على النهارده الصبح حصلت له أزمة نفسية، يقوم يجيبها لك منين؟ يجيبها لك مثلا من 6 سنين لما صحي وركب الركوبة وكانت الزريبه مش نظيفه، وبعدين وهو طالع بقى ياخد الركوبه البيضاء قالوا له لا خد الحاجات irrelevant يعني قصه ولسه بقى، وبعدين تسيبه كده مثلا زي 5 دقائق تلاقيه نقل على العصر، يعني هو لسه في اليوم اللي هو من 6 سنين ده العصريه يعني، وانت تقول له هو احنا يعني هنوصل امتى بتاع الصبح النهارده؟ جاي هو هيقعد وعنده استعداد يقعد معاك 6 ساعات. لا طبعا وكلام مش مناسب ومش مهم ومالوش علاقه بالقضيه، لا، انما لازم تسيب له سبيس كده يتكلم شويه، وبعدين انت تحكم بقى هو ده عارف يتكلم رايح فين ولا لا هيتوهني لا انا ارجعه تاني، او اختصر المسافات شويه، او اساعده يقرب شويه. انما اول ما يدخل في حته فيها بيتكشف فيها اللا شعور بيطلع الكلام من جوه عشان يقول لي بيفكر ازاي الراجل ده، لا لازم اسيبه بقى ما اقطعوش. طالما بنتكلم على اللاشعور والمحتوى اللاشعور لازم تبقوا عارفين انه الابداع كله يطلع من اللاشعور. يعني نجيب محفوظ لما قالوا عليه انه راجل نابغه كان لانه في اخر رواياته بيكتبها من الانكونش، من اللاشعور، حتى انها ساعات كانت بتبقى فيها بعض، وده استاذ الله يرحمه اللي كان بيشاور لي على الكلام ده، بعض الانكوهيرنس، يعني ساعات الكلام ما يبقاش مربط قوي بس طالع بطريقه مبدعه وبتوصل للهدف، فده مش مرض. يعني الفرق بين الابداع والاضطرابات العقليه الذهنيه ان الاثنين طالعين عايشين في اللاشعور، بس ده طالع بطريقه برودكتيف يطلع منها حاجه حلوه، حاجه متماسكه، ابداع، رسمه، كتاب، قصه، وده سمك لبن تمر هندي في البطاطا كده يعني، يبقى ده تعب بقى. ادي برضه اللا شعور او معلش اكتبوا الاسئله في الاخر انا هجيب ازاي. ده اللا شعور اللي بيحكي عليه القرآن. يبقى اتكلم كمان على التانج سليبس، فلتات اللسان اللي بتطلع من اللا شعور.
اتكلم كمان على حاجة واتخذت عليه، حاجة اسمها الحتمية النفسية. الحتمية النفسية. ايه الحتمية النفسية دي؟ يسموها بالانجليزي اللي بيحب يعني psychic determinism. هو لاحظ ان واحد داخل عنده من ضمن ملاحظاته يعني خاطب وماسك الدبلة كل شوية يقلعها ويلبسها، وعين يقلعها وعين يلبسها، ويقلعها ويلبسها. فحط في باله فكرة كده، وهو ابتدى بقى في الجلسات اللي هي اللي هنتكلم عنها اسمها فري اسوسيشن او التداعي الحر ده. ابتدى يتتبع القصة، حس ان هو في صراع مع الخطوبة دي وعمال يقلع الدبلة ويلبسها. فحط في باله انه الراجل ده هيفك الخطوبة. ولما قعد يكمل معاه لقاه في الاخر جه من غير الدبلة. ايه فين الدبلة؟ قال له لا خلاص. فقال ان في حاجات نفسية في حياة الانسان بتبقى حتمية. طبعا اخذت عليه. ليه اخذت عليه؟ هو هنا احنا نقبلها ان ده كان في صراع ووصل لحل انه لا ما تنفعش الخطوبة، انما مش حتمية. عارفين ليه؟ لان كلمة حتمية دي تعمل ايه؟ تشيل عنه المسؤولية. يبقى لما قايين يروح يقتل هابيل ويقول له في خطية رابضة وبين كده هتسود عليك اهو، مش معناه بقى انه ان في حتمية يعني القدر هياخده يبقى مش مسؤول. لا، انا وانت وانت نتحمل مسؤوليات قراراتنا، والا ما كانتش الدنيا بقت كده. ده ما كانش من ايام ادم كل القصص البشريه اللي بتعاني فيه منها دي، لان ربنا مدي كل واحد حريته. خلقنا على صورته ومثاله. ومن حلاوه ربنا ومن يعني من جماله انه سايب الانسان الحريه حتى في انه اختار الغلط ويخطئ. والا كنا نبقى روبوت. عارفين الروبوت؟ انك تعمل حاجه كده وانت بقى اللي تمشيها يعني. انما لا مشاعر ولا قرار ولا اراده ولا حاجه خالص. فمن ضمن نظريته اللي اخذ عليه فيها الحتميه النفسيه. النقطه اللي بعد كده برضه في نظريته، احنا قلنا تفسير الاحلام مش كده؟ التداعي الحر، الفري اسوسيشن. هشرح التداعي ان تدعو، حاجه من الدعوه يعني، تدعو تداعي حر. هو كان بيعمل ايه؟ هو كان بيجيله المريض فكان بينيموا على الكاوتش ده اللي هو الشهير في الافلام والحواديت دي، واللي لحد دلوقتي العيانين يخشوا لنا العياده يقولوا لنا هو فين الكاوتش ده وبتاع، يعني الكلام ده بطل بقى. وده شفناه في العياده بتاعته المتحف بتاعه ده. فكان بيخليه ينام يسترخي يستريح زي ما تشوفوا في الافلام، ويخليه يقول اي حاجه تيجي في باله، اي حاجه اللي يجي في باله يحكي. وهو قاعد بس بيسجل اللي بيقوله. والفكره تجيب فكره. فلو جت سيره بقى مثلا البرتقانه، هو قاعد يتكلم، العيان يقولوا الكوره، وبعدين ينقل من الكوره على مش عارف الحاجات المدوره، وبعدين الحاجات المدوره، يقعد اللي يقول عليه يقول عليه حد ما بيقطعوش خالص، ويقعد يسيبه هو يعني يستدعي افكار من الاتاري ده بقى بيطلع ايه شويه من اللاشعور كمان. لحد ما يجي في حته كده وتلاقي العيان من دول راح ساكت، يحصل فيها حاجه اللي هي بقى الجمله العنوان اللي بعد كده نمره كام معرفش، 7 ولا كام؟ 9 7 كل واحد يسمي زي ما يسمي. اسمها ايه بقى؟ ريزيستنس، المقاومه. من ضمن نظريه فرويد ان في حاجه اسمها المقاومه. ايه المقاومه دي؟ انك تسيبني اتكلم، هقعد اتكلم واجي في حته كده واروح موقف
بربط ومش عاوز اتكلم. يبقى هنا في حته ايه حساسه مهمه، هي دي بقى اللي هنا مربط الفرس. هنا بقى اللي عايزه تشجيع على انه ما تشاركني بقى، طب ما تحاول كده. ليه بقى الريزيستنس دي والوقفه دي، وليه حط لها عنوان كبير كده في النظريه بتاعته دي؟ علشان من ضمن الحالات اللي هو كتبها وشافها، يعني كانت في بدايات حياته، حصل فيها الريزيستنس دي واكتشف ان دي موضوع مهم. ايه بقى حصل ايه؟ هو كان دكتور تشريح كويس، وشفنا عنده الميكروتوم اللي هو بيشرح حتى الخلايا وكده، التشريح الدقيق كمان. وبعدين درس امراض عصبيه، يعني المخ والاعصاب وكده. وبعدين لقى ان في امراض لا الاعصاب ولا المخ بتفسرها، فابتدى يقول لا في حاجه ثانيه. واخدين بالكم ازاي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا جات له شابه صغيره وما بتشوفش، وبتوع العينين قالوا لا عينيها سليمه. طب مراكز بقى المخ والابصار، ما هو الواحد بيشوف بمخه مش بعينيه، العين دي كاميرا بس. فهو بتاع اعصاب فشاف المخ ما فيهاش مشاكل يعني. امال ايه؟ فقال لا في حاجه ثالثه بقى، حاجه غير ده. فابتدى يقعد مع العيانين دول. البنت دي مثلا ابتدى يعمل التداعي الحر ده، ان هي تقعد تحكي لحد ما جت تيجي في حتت كده، يعني كان يقول لها مثلا ايه اليوم اللي فقدتي البصر احكي لي بالظبط. تقول له مفيش حاجه غير عاديه يعني. يقول لها معلش هاتيها من الاول. صحيتي الساعه كام؟ صحيت اظن 6 ونص كده. وبعدين ويقعد بقى يمشي معاها كده، وبعدين غسلت وشي، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين لبست ايه، ونزلت ايه، ورجعت ايه. يقول لها برضه دققت. وبعدين دخلت الشقه بتقول اول حاجه شفتيها ايه؟ تقاوم. تقول له لا مش عارفه، مش فاكره. يبقى هنا في حاجه يعني هي ماشيه وجينا في حته وقفنا كده. لا يقول لا انا عاوز بقى نفتكر ويعيشها في الخبره دي تاني لحد ما يلاقيها بتنفعل وبتطلع مشاعر سلبيه وبتعيط. شايفه ايه؟ شايفه ابوها في وضع شاذ مع حد غريب، فاتصدمت فرفضت الرؤيه. الرؤيه. احنا اظن اتكلمنا او هنبقى نتكلم ان في عندنا مجموعه من الاضطرابات النفسيه بيسموها يبقى فيها جسمنه او جسدنه. يعني ايه؟ يعني الالام النفسيه تطلع في الجسم. خدوها؟ منها برضو العمى الهستيري ده عمى هستيري يدخل تحت العنوان الكبير ده، والشلل الهستيري والصمم الهستيري والتشنجات الهستيرية، يعني أشكال والوان. كل الأمراض اللي عندنا ممكن أن تتشبه مع الصدمات النفسية في بعض الشخصيات. ففكرة الريزيستنس دي أو المقاومة دي بتلاقي فيها إيه؟ وأنا أظن حكيت لكم على قصة بنت شفتها في أول حياتي خالص، نفس القصة. كانت شابة كده، متهيألي قلتها لكم، دي جت مشلولة وكده، فاكرينها؟ هي كانت كده بتاع الثانويه العامه اللي ابوها ضرب امها بالقلم، اتشلت. وبعد كده ولا حاجه بقى، بتضحك جميل، الدنيا بقت جميله خالص يعني. وعندها امتحانات، طز في الامتحانات، وابوها وامها اصحاب وجايين يدوروا على الدكاتره ولفوا عليها على طول الارض. لما رجعنا للموقف بتاع يومها بقى وبقينا نفكنا في ايديها بالعافيه بالايحاء، رجعت تعيط وتصوت لانها استدعت تاني المشهد اللي هي كانت ناسياه ورافضاه وبتقاومه. هذه هي المقاومه، الريزيستنس. ثم في نظريته كمان، في المفاهيم الاساسيه لنظريته، حط ما نعرفه وما درسناه اظن بالوسائل الدفاعيه. مش احنا خدناها دي اللي احنا بنقعد نقول الاسقاط والازاحه والكبت والقمع هو بقى قال
ان النفس الانسانيه والايجو اللي هو الانا من ضمن وظائفها ان هي تدافع عن ذاتها ضد الضغوط النفسيه بما يعرف بوسائل ميكانيزمات دفاعيه لا شعوريه. واتفقنا ان في منها حاجات ناضجه وحاجات غير ناضجه. هذه هي نظريه فرويد. في 5 دقائق اقول على حاجه ثانيه بقى، اخر جمله في اخر عنوان في نظريته اسمها نظريه النمو النفسي الجنسي. ده نمره 10 ولا 11 ولا مش عارف، كل واحد بقى يسميها زي ما يسميها. ايه نظريه النمو النفسي الجنسي؟ الانسان بينمو وبيكبر، والهدف من المساعدة النفسية والمشورة النفسية والمفهوم الكبير للعلاج النفسي هو أن أنمو هو أول حاجة، وأنضج هي وأتطور. طب إيه النمو والنضج والتطور بقى؟ اشمعنى؟ النمو والنضج والتطور بنمو بقى في إيه؟ بنمو جسمانيا ادي واحده، وفي نمو اجتماعي بتاع إريكسون هتاخدوه، وفي نمو اخلاقي هتاخدوه، وفي نمو معرفي هتاخدوه، وفي نمو نفسي جنسي. ده اللي انا بتاع فرويد اللي هقوله لكم. هو قال ايه بقى؟ برضه نظريه وبرضه ليها مليئه وعليها معاليها، وهننتقد بعض حاجات منها. اللي هقوله ده مش بتاع العيانين، اللي هقوله ده هو بيقولوا على ان كلنا كده، وفيها شيء من الصح. بيقول ان الانسان بيعدي في مراحل. اول بس يعني شطحه هو شطحها شويه او زودها شويه، انه قال انه الطاقة الدافعة في الانسان هي طاقة الشبع، الطاقة الجنسية، طاقة اللذة. هو سماها كده، قال ان الطاقة اللي اسمها الشبع او اللذة او الليبيدو تبدأ مع الطفل حتى من اول يوم. طبعا واسعة شوية، واسعة شوية في ايه؟ في ان مش هي يعني المعنى اللي هو بيقصده، ما ينفعش يتسمى ان ده جنس. هو شرحها ازاي؟ هو قال انه اي انسان بيعدي في اول سنه بحاجه اسمها المرحله الفميه. ادي اول مرحله، المرحله الفميه. ايه المرحله الفميه؟ قال انه تتركز اللذه وطاقه الشبع دي عند الانسان اللي هو الطفل يعني في اول سنه في فمه. يعني ايه؟ يعني هو بيرضع من صدر امه، فكل لذته في بقه. تديله بقى ايه؟ زلطه يحطها على بقه، اي حاجه هي بقه، يعني هو ده مركز الايه؟ اللذه او الاشباع من وجهه نظره، هو الاشباع الجنسي. طبعا احنا هنشيل بقى الجنسي دي اللي هي مزوده شويه، انما نظريته بتقول كده. فبيقول ان دي اول سنه. خلي بالكم بقى نظريته بتقول ايه؟ لو واحد قعد في المرحله دي ما نقلش على اللي بعدها، قعد طول قوي، يحصل له حاجه اسمها التثبيت، يعني يقف نمو في الحته دي. او لو اختزلناها برضه يحصل نفس الكلام، يعني لو جه بسرعه وفطمناه مثلا بعد شهرين برضه هيتثبت. تبان ازاي بقى؟ ما انا لسه هقول اهو. قال بقى ان الشخص في المرحله الفميه اللي يقف عند المرحله دي او حتى يطلع السلالم بعدين وبعدين يحصل له حاجه اسمها نقوص، يرجع تاني. فاكرين النقوص اللي قلناها في الوسائل الدفاعيه اللي مش كويسه، ويروح راجع تاني يعمل بيبي. انا لسه جايلي تليفون وانا جاي في السكه، ناس بيقولوا لي المريض اللي عندهم 35 سنه وبيدير شركه وبعدين اتصدم نفسيا كده، فرجع يتكلم زي البيبيهات تاني، فمش قادرين حتى ينزلوه يروح الشغل. يعني انا ابني متعالق كده، يعني بيتكلم كده يعني. ها؟ ده نقوص. هو رجع لمرحله عيالي تاني. فهو بيقول بقى انه ساعات الواحد يتصدم نفسيا لو هو كان في المرحله الفميه
زادت معاه شويه او اختزلت بيحصل له نقوص ويرجع لها تاني. بماذا تتسم المرحله الفميه دي؟ هي تتسم بانه الشخص ده يبقى اعتمادي، يعني يطلع عايز حد يحل له مشاكله، يطلع عريس ابن امه من اللي بيقولوا عليها دول، عارفين يقول لك ما عندوش شخصيه، يطلع يشرب سجاير، مع ان الشباب يقول لك ده اصل عشان بقى علامه من علامات المرجله، لا هي تدينا الحقيقه عوده الى مرحله الفميه. او يحط همه في الاكل، ها عارفين النهم النفسي ده، او برضه دي مرحله فميه، يعني يبقى كل حاجه عاوزها في المرحله دي. واحيانا بعض الانحرافات الجنسيه ادي اللي يقف او يتكعبل في المرحله الفميه. السنه الثانيه سنتين لثلاثه بيسميها المرحله الشرجيه، وبيبقى اول صراع للطفل مع عمليه ضبط الاخراج يعني، ويبتدي بقى يعاقبوه وهو يعاند مع ابوه وامه، وتبتدي الصراع وهو يجد لذه في عمليه الاخراج. ويبقى ده اول صراع واول مشكله مع الاب والام والدنيا يعني. فقال برضو الطفل اللي يخلوه من بدري قوي يظبطوه يبقوا فرحانين قوي، يقول لك ده الواد من عمر سنه وهو ماسك نفسه وبيعرف يقول عايز يفضي بطنه وكده يعني. ده او لو اتساب قوي قوي يعني بقى قاعد 5 سنين كده لسه مش ظابط عمليه التبول والاخراج يعني، يتثبت عند المرحله الايه الشرجيه. ايه بقى يتسم بيتسمع بعدين ايه بقى لما يكبر؟ ده يطلع شخص موسوس وسواسي. وقد يبقى فيها برضو بعض الانحرافات في السلوك الجنسي مرتبط بالاسم. برضو في نظريه فيو، عشان كده نقول النمو النفسي الايه الجنسي، وكأن ايه برضو هو موضوع الجنسي بيتطور مع البني ادم، هو ده اللي هو شايفه في النظريه دي. بعدها من 3 ل 5 سنين بيقول بيعدي الفتى والفتاة في مرحلة مهمة قوي، انه بيكتشفوا الاختلافات بينهم وبين بعضهم. اني انا ولد واختي بنت وانا عندي اعضاء هي ما عندهاش زيها وفي اختلاف وحاجة كده. فقال انه بيحصل حاجتين. بيحصل حاجة اسمها الحسد، حسد يعني يحسد يعني، القضيب للبنت يعني، ده نظريته. البنت بتحس انها ناقصاها حاجة يعني مش زي اخوها، فتحسد اخوها، خلي بالك. والولد يحس انه عنده حاجة واخته كانت عندها وخدوها منها، فيصاب بحاجة اسمها الكاستريشن انكزايتي، قلق الاخصاء، او خايف لا يحصل له ايه، يشيلوا العضو ده من عنه. طب ايه الحاجة التانية؟ يعني نفترض ان ده بيحصل، ايه الحاجة التانية؟ قال لك الولد بيبتدي يحب امه ويرتبط بيها ويتعلق بيها قوي ويغير عليها من ابوه كمان، كويس؟ طب وبعدين يبتدي يخاف لحسن يتعمل فيه اللي اتعمل في مين؟ اخته. بقت قصه ايه، فيلم هندي يعني. يقوم يعمل ايه بقى؟ يحلها ازاي دي بقى؟ يقوم يكبر دماغه ويشارك ابوه فيها. يعني ايه بقى؟ يعني لحسن يتأذي يبتدي يعمل حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن، يتقمص ابوه، يعني يكبر دماغه يبقى زي ابوه عشان يبقى انا وابويا بقى ايه، يعني مشتركين في الحب ده. يوم يمشي مشية ابوه، يتنك تناكة ابوه، يحط رجل على رجل زي ابوه، يبتدي يشفط وينطر في البيت زي ابوه، يكح كحة ابوه، يلا يقلد بقى. ها
يتقمص بمعنى اصح. ودي مهمه قوي في المرحله دي، التقمص ده، انه يلاقي صوره الاب السوي. هنا مشكله مين؟ اللي يبقى يلاقي اب ضعيف منسحب سلبي خايب، لان مش هيلاقي صوره يتقمصها ويطلع راجل. وهنا الخطر بقى بعدين 3 ل 5. عشان كده تسمعوا يقول لك اول 5 سنين دي مهمه قوي في حياه الطفل. وسمى دي عقده ايه؟ ودي اللي انتوا اللي برضه خدوها وكتبوا فيها قصه وحوادث. وقال بقى بيحصل زيها عند البنت اللي هي الكترا بقى. البنت بقى تحب ابوها قوي قوي، لله لله كده، وتتدلع على ابوها قوي قوي، وبعدين تغير عليه من مين؟ من امها، وبعدين تخاف بقى لحسن الحكايه تبقى فيها عقبات ثانيه كمان، تقوم تتقمص مين؟ امها عشان تشاركها في ابوها. تقوم تعمل ايه بقى؟ تحط الروج وتلبس جزمتها الكعب العالي وتقعد قدام التسريحه والحاجات الايه اللي هي لبسوا عشان. وده مهم عشان ايه؟ عشان تبتدي تبقى آنسة بقى، تبقى بنوته بقى، مش هتلعب بقى ايه؟ بوكس وكرة قدم وتقعد تنزل مع العيال في الولاد. تبتدي بقى تبقى بنوته. قال بعدها بيجي مرحلة بقى اسمها ايه؟ مرحلة الهدوء الذي يضبط الايه؟ الله ده انتوا كلكم عارفين. مرحلة كده بيسموها الكمون الجنسي. الكمون الجنسي يعني الجنس ينام شوية. اللي بعد 5 بقى. زمان بقى كنا بنقول بقى من ايه؟ من بعد من 5 مثلا ل 15. دلوقتي بنقول يا دوب من 5 ل 6 7 سنين. والحقيقة يعني ما بقاش فيه كمون اصلا الا في العائلات الملتزمة قوي يعني. تهدى الدنيا شوية. بالعكس بقى اللي بعدها على طول اللي هي بتاعت سن اعدادي، خلينا اقول بقى مش سن كام، ما تفرحوش قوي، هم 5 دقايق. هنقولها بقى بالمراحل بتاعت مدرسة سنة كام كده يعني. فبينقلوا على سن اعدادي، بفكركم انتم يعني انه في اعدادي كده يحصل حاجة بقى اللي بعدها اسمها الايه؟ الجنسية المثلية. وده مش الناس اللي لا سمح الله مش كويسين، ده هو بيتكلم علينا كلنا. ان نيجي في سن اعدادي كده اللي هو دلوقتي يا دوب ابتدائي مثلا، وتيجي يقول لك ايه بقى؟ كلنا كان لنا كده يعني في اعدادي واول ثانوي كده صاحبي وغير عليه من اصحابي الباقيين مع انه ولد يعني. ونيجي نطلع رحله، لو قالوا لنا اولاد وبنات نقول اخي والبنات يقولوا اخي، مش عاوزين النوع الثاني ده. برضه ده مش الهدوء بقى اللي يسبق، مش العاصفه ده، هيسبق حاجه قنابل نوويه دلوقتي. فبيبتدي يبقى في مرحله اسمها المرحله الجنسيه الايه؟ المثليه. دي سلمه من ضمن السلمات يقال ان احنا كلنا عدينا فيها، بس بنعدي فيها سموسلي كده وتفوت وخلاص. ليه بقى؟ لان لو حد تثبت عندها دي وقف عندها، هو ده اللي هتسمعوا عنه بعد كده يقول لك ده عنده ايه؟ شذوذ جنسي، ده بيميل لنفس جنسه. ما نتخضش قوي بقى. ليه ما نتخضش قوي؟ لان هي مرحله احنا كلنا عدينا فيها كده بس وعدينا. هو ده يا عيني ايه؟ الظروف لم تسمح، وقف هنا، او جه يعدي ومشي شويه وجت ظروف عملته خلته يبقى في نقوص تاني، او ما لقاش صوره ابوه اللي يتقمصه، انه يلاقي صوره رجل يعلمه، او لقى مسترجله مش غصب عنها يعني عشان الظروف مش لاقيه الراجل واقف معاها، لا، في امهات كده يعني انا اللي اقول
كنا زمان نسأل كده سؤال مهم في العيادات النفسية، بنسأل هو از دومينيرنج، من هو صاحب الكلمة في البيت؟ فطبعا يقول لك طبعا بابا يعني. نقوم بقينا نسأله بطريقة تانية، نقول له طب ومين اللي مكبر دماغه في البيت؟ يقول لك بابا. طبعا في ستات مسترجلة، يعني الولد يبقى شايف هي دي صورة الراجل، لدرجة انه اما يجي بعد كده يكبر ويبقى عايز يشوف بقى ليديز يتجوز، يقول لا لا خالص مش عاوز النوع ده يعني. احن منه الاولاد اللي هو قاعد يرتبط، احن منها من امي. دي حاجه مرضيه، مش ده الطبيعي يعني، مش ده الطبيعي. فيعدوا في مرحله الجنسيه المثليه وتفوت، يدخل على مرحله بعدها يسموها الجنسيه الغيريه الكليه، اللي هو كان على ايامنا احنا بقى في سن ثانوي وبدايات الجامعه. يعني ايه الغيريه؟ يعني هبتدي انا ولد يبقى بميل للبنات، بس الكليه يعني ايه؟ يعني هقعد احب كل يوم واحده من اللي قاعدين دول. النهارده دي علشان مش عارف ذكيه، وبكره دي علشان بيضه، وبعدين بكره لا دي القمحيه، لا السمار بقى احلى واحده، لا تخينه، لا رفيعه، لا اي كلام اي كلام، لانه في مرحله تقلبات مزاجيه، لانه في مرحله ما فيهاش نضج يوزن بيها اختياراته، لانها مرحله لا تصلح فيها ابدا فكره ايه؟ اختيار للارتباط. عشان كده نتعجب كلنا، وهتشوفوا لما يجي تلاقي ولد في ثانوي يقول لك اصل ابوه غني قوي، جايب له فيلا من وهو لسه في ثانوي، وعنده عربيه كمان، اول ما 18 سنه هينزل يسوقها. فايه يعني بقى ان هو اختار خطيبته خلاص اهي فلانه جارتنا ولا مش عارف ايه، والثانيه صغيره بقى فرحانه برضه بشياكته وعربيته والكلام ده، واكن احنا ماشيين بقى في قصه يعني. طبعا اختيار سيء، غالبا مش هيكمل، ولو كمل تبقى مصيبه كبيره، لانه غالبا بعد كده مش هيكمل برضه يعني، او هتحصل قصه مش ناضجه على الاطلاق. بعد ما ننقل عشان خلاص نسيبكم تريحوا شويه، بعد الجنسيه الغيريه الكليه ينقل على حاجه اسمها الاحاديه الزوجيه بقى. ان يكون الشخص قادرا على الارتباط بشخص واحد من الجنس الاخر، يعامله معامله نديه، يعني راسي براسي، معين نظيري، مش واحد اقل مني. كل ده كلام انا بتكلم كلام نظري، هو مش بتاعنا يعني. شخص واحد من الجنس الاخر نظيري او نظيره، عشان ايه؟ عشان يضحي من اجله كمان يعني، مش عشان ياخد، مش يبقى اناني يعني، عشان يسعدا معا. وطبعا مفيش احلى من مفاهيم المسيحيه في الاختيارات والزواج والكلام. هذه هي نظريه فرويد بما لها وما عليها. هتفتح لنا سكك كتيره قوي. في اول المحاضره الثانيه بعد الاستراحه هربط ما بين ايه اللي ناخده منها حلو يعني، ونسيب اللي ملوش لازمه، وانتقل الى مدرسه عكسيه تماما تخليكم تفهموا انك لازم يبقى مخك كبير وتفهم كله وتاخد الحلو والورده من كل بستان، وتعمل انت لنفسك مدرسه زي ما هنفهم في الاخر. وههتم ان اسيب وقت كويس للمناقشه. المحاضره كده صغيره. التنبيهات. cut the story short زي ما بيقولوا، يعني اخش في الموضوع الثاني بسرعه قوي وشورتلي قوي، وما اخدش وقت قوي، عشان سببين: عشان اسيب مساحه كده في الاخر للمناقشات والاسئله، وعشان اروحكم بدري كمان. كويس؟ فالموضوع بسيط وسهل، ويوريكم الطرف الاخر من قضيه العلاج النفسي. يعني احنا جايبين اخرها واولها. اولها احنا خلاص قلنا فرويد وما شابه.
ومدرسة التحليل النفسي. وبناخد من اللي هو السايكو اناليتيك سكول دي، اسمها سايكو كلاسيكال سايكو اناليسيز اللي عاوز يقراها يعني. بناخد منها حته صغيره يسموها يقول لك سايكو دايناميكالي اورينتد سايكو ثيرابي، كلمه كده بعروسه يعني. يعني ايه؟ يعني علاج اورينتد او فاهم او بتصرف من فكره الايه التحليل النفسي او العلاج الدايناميكي يعني. يبقى بناخد حته منه انك وانت بتتعامل مع اي حد بتبقى فاهم الديناميكيات، فاهم هو ليه كده مثلا، ايه الوسيله الدفاعيه اللي هو شغال بيها، ايه الدافع اللي بيخليه يقول كده، ايه الصراع اللي هو عايشه دلوقتي. فبتقدر تبقى فاهمه وتساعده. فاهم يعني ايه ريزيستنس مقاومه، فاهم يعني ايه ترانسفيرنس، انت ليه اتعلقت بيه كده، هو ليه بيشوف فيك مين، وهكذا. وتبقى فاهم نفسك اهم من ده يعني. احنا بصدد انا النهارده الناس تبقى فاهمه نفسها مش فاهمه اللي هتساعدها. الاول افهم نفسي يبقى سهل اساعد. اما المدرسه في بقى مدارس في السكه اضافت زودت غيرت حاجات ثانيه يعني بدل ما قعد يقول جنس وعنف ومش عارف ايه، قال لك لا، في مثلا نظريه ثانيه جت قالت ايه؟ قالت لا، ده العلاقات الاجتماعيه مهمه قوي، انا والراجل بتاعي وانا ومراتي وانا واولاد عمامي وانا وحمايا وانا الانتر بيرسونال ريليشنز دي وانا واصدقائي. وفي مدرسه ثالثه قالت لا، ده كمان في حاجات اكتر من كده، انه بني ادم تتصارعه قوه اسمها الفيلينج اوف انفيريوريتي، ان هو اقل شويه وضعيف، وبيعمل حاجه اسمها سترايفنج توورد سوبريوريتي، يعني انا بقى بكافح واحارب عشان السوبريوريتي، ان ابقى عالي فوق يعني. ادي صراع اهو، مش كله بقى جنس وعنف وكلمتين يعني. ولكن في نهايه الطرف الاخر بقى من العلاج تظهر مدرسه مهمه جدا، هتاخدوه جزء منها وانا هدي جزء منها، يسموها العلاج المعرفي السلوكي. سمعتوها طبعا وهتقعدوا تسمعوها كتير قوي. او يسموها الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. هي الموضه دلوقتي يعني، اللي عاوز يفتح دلوقتي على الانترنت هيلاقي ايه؟ انه احسن مدارس تجيب نتائج اسمها CBT، كوجنيتيف، هي اختصار كوجنيتيف يعني فهم ومعرفه، بيهيفيرال سلوك، ثيرابي العلاج المعرفي السلوكي. تتلخص هذه المدرسة في انك تغير سلوكك بانك تغير ايه ده؟ يعني تغيروا عن شكلكم بايه؟ بس وخلاص. دي بعد بقى ما الغلب يعني الفلاسفة وقعدوا يحطوا نظريات بتاعتها، كانت هي الآية دي. فالنهارده انا هاخد الجزء بتاع العلاج السلوكي، الحتة اللي هي ايه؟ النص الثاني ده. المدرسة دي على فكرة بقى لهاش بقى كام سنة يعني شوفوا بقى، احنا بنتكلم على فرويد ده بقى له في 1900 مثلا، احنا بنتكلم دي بقى في ايه؟ في العشرينات اللي فاتت، السنين اللي فاتت. المدرسة دي بتقول انه سيبكوا بقى من الاسباب، اصله هو صغير كان اتعلق بامه وحب امه وغار على ابوه والكلام اللي انا كنت عمال احكي فيه ده، وتعرض مش عارف ايه وحد اعتدى عليها ايه، وبعدين اتخبط مش عارف حد قال لها بخ ايه في سلاسل السلم، ومش عارف دخل الحمام وصرخ، والكلام اللي بتاع المصري بتاعنا او الكلام اللي بتاع اي حد، او تعرض لظروف اقتصاديه. كل دي اسباب وجيهه ومحترمه. وتعرضنا للثوره وكلنا شعرنا شاب وخفنا وترعبنا وقالوا لنا البلطجيه هم جايين من هنا، لا جايين من هنا، لا جايين وقتها البلطجيه دول لكنهم يعني ناس في الهوا كده اترشوا يعني. وشفنا الايام الفوضى دي كلها واتخضينا واتعملنا وما زالت الاخبار تزعجنا وهكذا. كل ده بيقول لك دي اسباب خارجيه ترسب، انما في حاجه ثانيه ايه بقى؟ قال لك ان الاضطراب النفسي نتعلمه. طب يعني ايه؟ المدرسه السلوكيه بتقول لك بقى الكلام النظري ده سيبك منه. طفل بيتولد ما بيخافش اصلا، يعني تجيب له بتاع ده مثلا تعبان
هتلاقيه بيروح عايز يمد ايده يمسكه، والخطوه الثانيه هيحطه في بقه غالبا يعني، اللي هي كلام فرويد يعني. انما امال ليه بقى بعد ما يبقى 5 6 سنين كده بيصرخ وصوت ويجري؟ قال لك ده هو اتعلم كده عشان هو شافك انت بتعمل كده، فهو بيبص في عينك كده يلاقيك مرعوب وبتجري، يبقى ده حاجه بتخوف وهترعب واجري. قلقان وخايف على المستقبل، هبقى قلقان وخايف على المستقبل. حزين وقاعد يعيط طول النهار والليل ومش عارف ايه، هيجيله اكتئاب وهيتعلم ده. عصبي وبخبط وبضرب وبعمل، هيطلع عصبي وعنيد وبيخبط وبيقلب الترابيزه، وهي بالظبط يعني. طب بدخن وباخد كيف ومش عارف، يطلع بتاع مخدرات كده شغلانه، هيتعلم. هو يتعلم السلوك المرضي. طب اذا العلاج ايه؟ هو تعديل هذا السلوك المرضي. وشكرا، خلصت المحاضره انا كده بقى. بس هنقول بقى تفاصيل شويه. يبقى بما ان الاعراض والشكاوى هي امور يتعلمها الانسان، اذا علينا ان احنا نعلمه سلوكيات صحيه. ايه الخلفيه العلميه بتاع الكلام ده؟ ده مش كلام كده في الهوا يعني، ولا كلام الناس قاعده بتحشش يعني. امال ايه بقى؟ جه منين يعني؟ جه من عالم شهير جدا روسي المره دي، بتاع فيسيولوجي، بتاع وظائف اعضاء، بتاع فيسيولوجي، لا وظائف الاعضاء. الفسيولوجي ده ما انت كانت تدرس في الطب في سنه، على ايامنا احنا كانت في ثانيه، دلوقتي ما فيش اعدادي فبقوا يدرسوها في ثانيه برضه، اولى وثانيه. وظائف الاعضاء دي دايما يشوفوها والسلوكيات وكده في الفئران، وما هو اعلى من كده في الكلاب بقى كانت كمان، وساعات حيوانات اكبر. فبابلوف ده عمل تجربه مهمه قوي خلتنا بنوا عليها حاجات، وهنا عشان تفهموا يعني ايه العلماء ايه، بيكتشف حاجه او يلاحظ حاجه ويعمل لها تجارب ويثبتها، يقول ايوه دي كده ويقف على كده. تتبدل الدنيا بعد كده، مش هو اللي بدل الدنيا بس هو حط البذره دي. زي فهمته ثانيه وخلاص، ايه فهمته ثانيه يعني؟ عرف يقول ان في حاجه اسمها جزء وخلاص، هيجي غيره بقى يستفيد ويعمل البدع بقى. فبابلوف ده عمل تجربه كده، انه جوع الكلب، ولا كانت البقره انا فاكر يعني، المهم حيوان، وبعدين جاب له الاكل، وكان حاطط له انبوبه اسمها رايل تيوب، يعني انبوبه كده بتدخل لحد المعده، بيعرف ياخد منها يقيس الافرازات بتاعت المعده اللي بتهضم يعني. فبيشوف الافرازات مفيش لحد ما يجيب لها الاكل، وهو بياكل الحيوان لقى ايه؟ ان خلقه ربنا ان على المعده تشتغل تهضم حمض الهيدروكلوريك والانزيمات والكلام كويس. لحد كده قال ده مؤثر وله استجابه على طول في المعده، مش كده؟ عمل حاجه زياده بقى، جوع الكلب وبعدين جاب له برضه الاكل، والكلب بياكل كان بيروح ايه؟ رنين له جرس، حاجه ملهاش اي علاقه بالموضوع، مؤثر تاني يعني، مؤثر نمره واحد ده اللي احنا عارفينه، انما الجرس ده ايه؟ مؤثر نمره ايه؟ 2، ملهاش اي علاقه بالموضوع. ويقيس بالمعده يلاقي الافرازات بما ان فيه الاكل. شويه كام يوم كام اسبوع، وبعدين بقى ايه؟ ما بقاش يجيب الاكل ويروح ضارب الجرس، يلاقي المعده ايه؟ اشتغل. الله. فقال يبقى في حاجه اسمها ايه بقى؟ الارتباط الشرطي. هي دي المدرسه السلوكيه بقى، نظريه الارتباط الشرطي، حاجه مشروطه كده ببعض، كونديشننج يسموها كده، ساعات يقولوا بافلوفيان كونديشننج، يعني وكانها بتاعه بافلوف. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين اما ابتدى بقى كل يوم يرن له الجرس والمعده تفرز وما يجيبلوش اكل، ضحك عليه يعني شويه. بعد فتره بقى حصل حاجه اسمها الاطفاء. يعني ايه؟ يعني الكلب كل ده الكلب ما بيفكرش، انما هو حاجات ارتباطات كلها، الجهاز العصبي بيربط. فالجهاز العصبي ابتدى يقول ايه؟ فسره يعني
ده بيهجص بقى، جرس جرس زي ما مفيش حاجه فيه، فابتدى يحصل عمليه اطفاء للايه؟ للمؤثر الاخر. هو ده اللي احنا بنشتغل بيه بالظبط على سلوكيات الانسان. لما حد مننا يرتبط معاه ارتباط شرطي حاجه، حتى لو حاجه غلط فيها لذه وتتكرر، بعد كده حتى لو اللذه اتشالت هيلاقي نفسه ايه؟ هو عاوز اللي يكرر، عشان بتجيب له احساس اللذه حتى وهو مفيش لذه، يعني مش كده؟ يبقى لو واحد بياخد مخدرات في الاول اديت له احساس كويس، مصحصح ومفرفش ومفنجل مثلا، او هادي ومش فارقه معاه حاجه، بعد شويتين بيبقى مربوط في دماغه بقى انه ايه؟ انه هي دي الحل، يعني حتى لو اثرها ده ضاع هو مرتبط بانه عاوز الحاجه دي. ادي واحده من ضمن يعني. والعكس برضه صحيح. يبقى لو انت عاوز تعمل حاجه وكان ليها مكافأة، حاجة وليها مكافأة، يعني حاجة ومعاها جرز، تقدر تتعود على ان هخلي الجرس ده يبقى حاجة حلوة. خلي بالك دي برضه تنفع في التدريب الروحية. ما يجي واحد بيصلي ومش مبسوط قوي، نقول له طيب ما تعملها بتراتيل وبتاع، بلاش الطريقة الروتينية لما اعملها كده حاضر بس اكتبي عنك عشان لما هو في 100 سؤال دي واحده. طب هو دي اتقالت للتمرين عادي مع الانفلونزا زي ما انت بتقول بالظبط، نفس التجربه وهي تمرين عادي كده. العادات، ما انا بتكلم دلوقتي في العادات، انه بتضفي عاده ولا بتنشئ عاده. عشان كده في مثل انجليزي يقولوا ايه؟ if you have a lemon make a limonade. عندك ليمونه مره، طب ما تحط لها شويه ميه بسكر، ما تخليها حاجه حلوه على ما تتعود عليها. طب عندي عاده وحشه، طب ما تعمل لها اطفاء، ما تخلي الجرس يضرب بس ما فيش اكل، ما تديهاش اللي هي عاوزاه. ما كل شويه التلفزيون عايز تقوم تولعه عشان مش عارف ايه. طيب الغي القنوات اياها الجرس ده، الحاجه اللي هي الاكل ده يعني، وخلي الجرس يضرب وهولع التلفزيون ومش هلاقي ده بقى على ما تطفي. انما ما اقعدش اجيب الاكل واجيب الجرس واقول هو ليه بقى انا قاعد عمال كده، ده اصل انا في صراع شديد. انت اللي عامل الصراع، انا يعني انا اللي عامل ده في نفسي. طيب تطبيقاتها ايه بقى الكلام ده يعني عشان اخلص؟ تطبيقاتها في الاطفال مثلا، وهو احنا بنعلمهم بالذات لما يبقى عندهم مثلا في اطفال ساعات عندهم قدراتهم الذهنيه على قدها شويه ضعيفه، يبقوا دول عاوزين ايه؟ عاوزين حاجه اسمها الثواب، انك تديله ثواب. يعني ايه؟ تكافئه يعني كل ما تعمل الحاجه ده هي كده هدي لك. فاكرين زمان كانوا يدونا بومبوان في المدارس الفرنساوي او نشان او مش عارف اشاره او مش عارف ايه وحاجات كده. ما هي دي عشان تعمل حاجه اسمها التعزيز، عشان ابقى عاوز اعمل ده تاني. ارتباط شرط، لما هعمل الحاجه دي هاخد مش عارف ايه. فانا مش واخد بالي انا كل اللي في دماغي هاخد مش عارف ايه، انما انا بكتسب حاجات كويسه اهو، بتعلم عادات كويسه اهو. يجي الطفل التبول اللا ارادي، كل يوم هيعدي دراي، يعني مش هيبقى فيه تبول لا ارادي. بالليل هنعمل صح في اليوم ده، وكل ما نجمع 5 ايام هناخد بقى نجمه ولا مش عارف ايه، وكل ما يجوا 3 نجوم هنعمل حاجه حلوه بتحبها ولا مش عارف هنجيب ايه ولا. اهو ده علاج سلوكي. ادي الثواب. طب برضه في التربيه في حاجه نمره 2 في العلاجات السلوكيه، العقاب. ده علاج سلوكي، بس مش العقاب اللي هو فش الغير، مش الافتراء يعني. العقاب من اي سنه، بس اصل مش العقاب اللي احنا عارفينه ده. العقاب هو ان احرم طفلي من شيء يحبه بعد انذاره عده مرات،
ولما يكون بيعمل حاجة كبيرة يعني فوت 9 بس نمرة 10 كبيرة بقى اقف. مش كل حاجة بقى على طول انا شغال عقاب ها؟ لا، اتكلم عن حاجات كبيرة. حتى الضرب ما فيش مانع، بس بتضرب ازاي وليه؟ اسأل نفسك. وده طبعا أسوأ انواع العلاج السلوكي. انما ليه؟ يقول لك عشان مرتاح كده مفيش غله يعني، ها؟ هو دمر الواد مش فمش كده، لا. وبعدين بيضربه ازاي يعني؟ يقول لك يعني بقرصه القرص كده طلع جلده في ايدي، ايه ده يعني؟ لا، العقاب متدرج. وحتى العقاب اللي بالضرب ده خالص الحاجات الفيزيكال دي كلها ده نوع من الادويه يعني، ده اصلا مش مسموح بيه. ده انا يعني يحضرني هنا واحد مدرس وانا يمكن حكيت لكم حاجه زي كده، بيقول لي لما اخش في الفصل في بلد اجنبيه يعني مصر، يقول لي لما اجي اكلم الولد الشقي اللي عامل حاجه غلط لازم احط ايدي ورا ظهري، هم معلمينهم كده، لحسن انسى واعمل له كده كده بس، اللي بتتعمل لنا احنا كتير. يقول لك كده يعني يثرتن يعني بتهدد، ها؟ يروح يقلب الدنيا بكره ابوه وامه يجوا لك ويشتكوك في مش عارف نقابه ايه، والدنيا تتشقلب والمدرسه والناظر عشان بتعمل لطفل كده اهو. ايه اللي دي؟ معلش ده يعني انما في طرق تانية للعقاب، والا مش هيعرف هو نفسه ده عنده بقى طرق تانية انه يعاقب. ايه؟ يقول له سبقني على الايه؟ على اللي هو المدير يعني، ها؟ ودي بقى كبيره قوي، ودي ما يقدرش يقول له لا يعني قوم روح عند المدير. الكلام بقى بالايه؟ بالعقل يعني. وقد ياخد بانشمنت، وقد يتحرم من الحصه بتاع المدرس ده مثلا 3 مرات، اي حاجه بقى، وقد يستدعي ابوه وامه، انما ما يعملولوش كده. احنا كنا بنضرب بجريد بقى من اللي هو محدش ليه عندهم حاجه. الثواب، تعديل السلوك بالثواب والمكافأة. تعديل السلوك بالعقاب المناسب الهادف، ده علاج. بيجوا يقولوا لك مش هتخش الامتحان عشان ما حضرتش مش عارف ايه، هم مش بينتقموا منه، هم بيقولوا لك غير، لازم تظبط الدنيا. في النوع الثالث من العلاج وهو الافظع فيهم، علاج سلوكي يقولوا عليه العلاج بالطوفان. بالطوفان، فلادنج يعني ايه؟ ده مثلا في الناس اللي عندهم فوبيا، اللي بيخافوا مثلا، طبعا هو حد يعملها يعني. يقول لك واحد مثلا بيخاف من البحر، شيله وخش في اغوط حته وارميه وسيبه يطلع، وتسيبه بقى يترزع ويخبط ويشرب ميه في ملح ويرجع ويعمل كل حاجه، وبعدين بقى طلعه، وبعدين ما ماتش، ما هو ما انت هو ما حصل ايه يعني، جبت اخرها خلاص؟ لا مش خلاص، لو عنده القلب هيموت يعني. انما هو نوع من المدارس الفظيعه الجامده شويه يعني. انما الاشيك والاكثر انسانيه طبعا هي العلاج يسموها بالتعرض المتدرج. التعرض المتدرج يعني ايه؟ يعني انا بخاف من الكلاب، هيعرضوني للكلاب بطريقه متدرجه، من اول ايه؟ من اول ما بس يبقى الاول كلام عن الكلاب. خلي بالكم اللي عندهم فوبيا دول، يعني انا افتكر واحد كان بيجي لي بعالجه من فوبيا العنكبوت. اما اقول عنكبوت دي ممكن يبقى هيراجع وعايز يقوم يسيب، يعني عايز يمشي. شوفوا قد ايه بيبقى الصوره بتيجي قدامه ازاي. فالاول بنقعد بالراحه بالراحه، وقد نستخدم ادويه الاول تشيل التوترات دي وقبل ما نتكلم كمان، وبعدين نتكلم بس من بعيد لبعيد يعني، بعيد لبعيد يعني نتكلم على الكلاب، يبقى هبتديها له الاول من القطط مثلا، الا لو هو عنده قطط اخرى. نتكلم على البيبي كلب قد كده،
وبعدين نحكي شويه، وبعدين في مره تانية بنجيب صور كلاب حلوه كده دمها خفيف صغنونه، وبعدين عشان هو علاج سلوكي نجيب له تمثال كلب طبطب عليه، ونحكي كتير عن الكلب وحلاوه الكلاب وكده يعني. في الفلادنج كان هيجيب له اكبر كلب بولدوج اسود ويرميه معاه في اوضه يعني. بقى هنا هنجيب له كلب بقى صغنن ابيض بيبي كده، والكلب اصلا غلبان كده ولسه بيبي، واخلي وشه ناحيتي انا وابقى انا ماسكه وعمال اطبطب عليه ومش هخليه يلمسه. المره اللي بعدها اقول له طيب وهو وشه ناحيتي اهو، انت بس طبطب على ظهره كده، هيطبطب وشويه شويه كده يعني. يبقى التعرض المتدرج. برضه نوع تاني من انواع العلاجات السلوكيه يسموها الاطفاء، انك تطفي الاستجابه للمثير الاخر. فاكرين جرس؟ يعني اقعد اديله جرس وما تخليش فيه اكل، هتلاقيها شويه شويه ايه، عرضه للي بيخاف منه من غير ما يبقى فيها اعراض الخوف الشديده يعني. يبقى تطفي عنده الحكايه شويه شويه. في الموسوسين مثلا، يجي واحد موسوس قوي من جهه نظافه اللي مش عارف ايه، وما يمسكش ورقه مش نظيفه ايه، ولو حاجه وقعت على الارض تخلي جوزها يطلع بره الشقه. انا بتكلم على حاجات صحيح بقى مش ضحك يعني. ها؟ يعني هو الاول من على باب الشارع بره لازم الاول يقلع الهدوم من باب اخر باب في الشقه يعني، ويدخل كده على الحمام الاول، ياخد الدش والبتاع، يطلع على السرير. انا بحكي على واحده دي طبعا حاجه زياده قوي بس هي حصلت. يطلع على السرير على طول. ليه وليه بقى؟ لو مثلا عطش وقام يشرب كوبايه ميه من بره من الصاله يعني، هي هتاخده تاني يطلعه على الباب تاني. وبعدين يدخل برضه ياخد دش تاني بعد ساعه. ولما ما كانش عاجبه وتذمر، انا بحكي على صحيح قصص هي طبعا مقاسي بس احنا واخدينها يعني على انها حاجه تحت. ولما تذمر على الكلام ده كان الحل الوحيد انه واحد مننا ينام على الارض، يعني يبقى بعيد عن يعني هي بقى ايه فرشه بعيد كده وبتنام على الملايه ما حدش يلمسها يعني، وهو بقى يعمل اللي هو عاوزه، يطلع يشرب ويرجع على السرير هو يعني. طيب اللي بيخافوا قوي دول وجايه بتخاف تمسك اي حاجه، خايفه حتى مش عايزه تسلم عليا مع ان جايه تعالج عندي يعني معلش يا دكتور يعني هي يا عيني غلب يعني. ازاي نخليها تتعرض للحاجه دي دون الاستجابه بتاعه الخضه والتوتر والخوف والقلق وكده؟ بنقعد نعملها، وارمي ورقه قاصد على الارض واروح انا ده بصي همسك الورقه، بصي همسك وانا بقول لك اهو وانا دكتور ومش هخاف من حاجه مني. تيجي بقى نجرب بقى دق مش المره دي هنحط الورقه هنا، امسكيها بقى تمسك، طب سلمي عليا المره دي عشان خاطري، بصي كنت طالعه. وبعدين شويه شويه ايه الازعاجات الشديده تروح. بيستخدموا بقى العلاج السلوكي ده ساعات في حاجات تانية. حاجات زي ايه بقى؟ في علاج يسموه استبدال المؤثر. استبدال المؤثر. ايه بقى استبدال المؤثر ده؟ في مدرسة علاج سلوكي في الناس الشواذ، يجيبوهم ويقعدوا يعرضوا لهم على بروجيكتور كده صور للجنس نفسه اللي هي بتثيرهم وتحركهم يعني، ودي بتتحط كده عشان هو يبتدي الاستجابه تيجي، يروحوا بطريقه بحاجات بقى يعني تكنولوجي كده في الكمبيوتر تحصل لها فيدنج وتتحط الصوره الثانيه بتاعت ليدي يعني عكس الجنس الثاني، يقوم يبقى فيه استجابه هو مش قاصدها بس هي جت الاستجابه تيجي على الحاجه الغلط، راحوا مبدلينها له بالصح. في الاول بتروح مطفيه
بالتكرار والتدريب يلاقوها ايه بتعدل نفسها كحاجه سلوكيه. في كمان برضو في المدرسه دي حاجه يسموها الافيرشن ثيرابي او العلاج بالايه معرفش الكلمه العربي بتاعت الافيرشن. نعم التنفير، ممكن تنفير انفره بالظبط كده. ايه بقى التنفير؟ الحاجه اللي كان بيحبها، الحاجه اللي بيحبها اللي هي مثلا الكحوليات، واحد بيشرب له كل يوم ازازتين 3 ويسكي وخرمان وسكران، نقوم نديله قرص حاجه اسمها الانتابيوز اقراص، نقول له خد القرص ده يا عم واشرب اللي انت عايزه بعد كده. اول ما يشرب اول بق كحول بعد ما يكون خد القرص ده بيحصل له اعراض محدش يستحملها، يبتدي يرجع على طول ويبتدي يبقى مش طايق نفسه يعني. طبعا هو بيبقى فاهم ان هو بياخد ده عشان يطفي الايه الارتباط الشرطي بتاع المحب ده، بحيث ان شويه شويه يبقى مش طايق ده. عارفين لما واحد يبقى بيحب اكله معينه وبعدين ياكلها مره ويجيله تسمم يقول لك مش ابعدني عن الفاصوليا ومش عارف ايه دي بقى، ها حاجه كده، بس بقى فعل فاعل يعني. برضه ده نوع من العلاجات السلوكيه اللي هي بالتنفير. ما هو لو مش عاوز يتعالج طبعا هيرميه، هو ده عيبه. طبعا العلاج السلوكي احسن ما فيه هو ايه؟ زمان علمونا انه احسن طريقه للتعليم هي مش اللي انا قاعد اعملها معاكم ده، دي للتفهيم، يعني اللي انا بعمله معاكم ده كوجنيتيف اللي هو علاج معرفي، يعني بنغير مفاهيم بنفهم حاجات. انما العلاج السلوكي غير كده خالص، قال لك احسن طريقه للتعليم هي learning by doing، انك تعمل. عايز تتعلم حاجه صح خليه يعمل. تلاقوها فين بقى الكلام ده؟ في الادمان مثلا. اقعد حكي للمدمن من هنا للصبح على خطوره الادمان والمخدرات، وهو يحكي لك كمان، وهو يقول احسن منك كمان، ما هو ايده فيها. وتعالى اقعد عالجه بقى بمهدئات وادويه وحبسه وقط وفار، واقعد بقى عشان انت مدمن ويهرب ويولع في الكلام اللي طول النهار يحصل مع المدمنين. تعالى بقى اقف وقفه كده مع حد في الادمان وجهز له مكان صح وبرنامج علاجي صح، في كوجنيتيف معرفي وسلوك، سلوك اهم. انا لسه جاي دلوقتي من مكان كده بيبقوا هم اللي بيديروا نفسهم. هو بيقوم عارف انه نو فري لانش، مفيش اكل ببلاش، يعني لازم يشتغل بايده. مفيش بقى بتاعت هات قهوه يا واد وهاتي الغدا يا بت ومش عارف ايه يا ماما والكلام بتاع ده. هو اللي لازم يشتغل، ولازم يقوم ينظف اوضته، ولازم يعرف انه ازاي انه يمسك الحاجات الصغيره دي يتعلمها صح، يقوم ياخد باله من الحاجات الكبيره. وازاي انه لازم اي حاجه بيعملها هيدفع ثمنها. دماغه دي ومزاجه ولذته ومش عارف ايه دي كلها ليها ثمن. لما بيفهم ده ويخش في برنامج علاج سلوكي بقى بيقعد فيه كذا شهر يسلك كما يليق ببني ادم محترم مسؤول، يبتدي يتطبع بده ويبتدي يبقى بني ادم بشكل تاني خالص. هو ده العلاج بقى، هو ده العلاج السلوكي. يتلاقى فين ده؟ يتلاقى في حتت بنسميها المجتمع العلاجي. المجتمع العلاجي مش مستشفى بقى ويقعد ياخد دواء وينام وعيان بقى ويروح، لا، مجتمع علاجي هو عنصر عامل فيه، هو والطبيب والحكيمه والسايكولوجيست والاخصائي النفسي كلهم عيله وبياكلوا مع بعض ويجروا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض ويقعدوا يواجهوا بعض. سلوك، ويحاسبوا بعض على كل صغيره وكبيره في السلوك. فالنهارده لما قمت وزقيت الكرسي كده ومشيت ما رجعتوش مكاني، يحاسبوه عليه. عشان هم برضه هو هيحاسبهم وهم هيحاسبوه، كل واحد بيحاسب الثاني ويغيروا بعض في سلوكيات بعض. انت مالك كنت مباوس في وشنا وانت قاعد تتكلم كذا كذا النهارده. وهو يقول لهم انتوا مين اللي فتح الثلاجه
وبعد ما شرب الميه ساب لنا الازايز فاضيه، يروح قايم. اللي عمل كده تلاقي 2 3 قاموا، لان علموهم ان يعترفوا بايه؟ باني غلطان وايوه هغير في ده، اوعدك هغير. يقول له لما عملت كده اذتني في شعوري وفي سلوكياتي، انا جاي هنا عشان اتعلم ابقى ايجابي، هرجع اعمل زيك كده تاني، انا مش عاوز كده. وما يردوش، يسمعوا الدش ويقعدوا، وبعدين تلاقي واحد تاني قام قال حاجه تانيه، تلاقيه هو بقى من ضمن اللي مقصرين، وهكذا. ويقعدوا كده يصلحوا في بعض في سلوكيات ايجابيه هي الاهم في كل القضيه كلها. انا هقف بقى كده عند هنا عشان لو في كام سؤال كده على قدر 5 7 8 دقايق او تعليقات اللي يحب يسال يقول يا حد عايز يقول لنا حاجه؟ اتفضل. في ميكروفون ولا حاجه ولا حاضر؟ الامتحان يوم 3 مش كده ولا؟ طب استني اما احط. طب نسمع بقى، لو هتسمعوا الاسئله يبقى استنى. تحس ان كتر الثواب بيخلي الطفل متعود دايما ان في مقابل. الرشوه صح؟ صح. فبيتعود ان في مقابل، ولو مفيش مقابل مش هيعمل حاجه. صح. فالنقطه دي نعالجها ازاي؟ بالنسبه للعقاب بحس برضه انه بيتعود ان انا اللي اقول اعمل وما تعملش. وجلده يتخن. ايه بقى الحل؟ كويس ان حضرتك تلفتي نظرنا انه لا يتحول الثواب الى رشوه لابد ان ندفعها. خلي بالك. خلي بالك. حاضر، ما هو هيلف وهيطلع لكم واحده واحده كده. حاضر. وانا بكافئ الاصل في المكافاه هي مكافآت معنويه على فكره اساسا يعني. معنويه يعني ايه؟ يعني كلمه برافو اللي هي ما بتكلفناش ولا مليم ولا فيها شبهه رشوه. برافو. وبنتلكك على برافو دي. وكان في حد بيسالني في وسط المحاضرتين وقلت مهم مش وهو بيعمل الغلط بقى اقعد اشاور له، لا ده انا اتجاهله، لما مش يبقى بيعمل الصح، لما يبقى مش واخد باله ما بيعملش الغلط اقعد امدح فيه عشان اثبت الوضع ده. برضه حكايه العقاب ما يبقاش بقى ايه ماما لا بقى كل حاجه لا 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 ماما لا يعني لا، بفوت انا حاجات كتيره عشان لا تبقى في مكانها. عشان العقاب لما يبقى حاجه كبيره بس مش على الفاضي والمليان، والا هبقى منفر، يبقى في الحاجات الكبيره بس. وبعدين العقاب يبقى قبليه انذار، وبعد الانذار يبقى متدرج يعني قصه كده مش على الفاضي والمليان. استاذن حضرتك يا دكتور في سؤالين. اول سؤال الصفات الوراثيه، يعني مثلا الغضب لما يبقى صفه وراثيه هل ده يتعالج بالسلوك المعرفي ولا لا؟ السؤال الثاني، في اطفال بيبقوا مستفزين، يعني مثلا هجيب لك الحاجه الحلوه بالذات في موضوع المذاكره، فلا مش عايز الحاجه الحلوه، ومش عايز ابقى كويس، مش عايز اطلع دكتور، مش عايز انجح، ومش عايز اي حاجه، وبرضه مش هذاكر. ده الحل معاهم. طيب حكايه مش عايز اذاكر ومش عاوز حاجه حلوه ومهما عاقبتيني ولا يفرق معايا. خلي بالكم الاولاد بيلعبونا، الاولاد في منتهى الذكاء، الاطفال يعني. كل ام بس هي اللي تعرف ايه اللي بيوجع ابنها، ايه الحاجه اللي لو اتحرم منها هتوجعه. وخلي بالكم في الاول هيقول لكم ولا تفرق معايا اللي حضرتك بتقوليه ده، انما لا هتلاقي في حاجه ولما تقرري انك تحرمي منها وانت بس اللي هتحسي بيه، هتلاقي بعد كده يقول لك لا طب خلاص يعني. انما هو بيلعب معاكي الجيم بتاع الماراثون بتاع ما نشوف مين فينا اللي نفسه اطول. والعيال اذكياء جدا عكس ما الناس فاكره يعني. فلا، كل طفل له مفتاح لا يعرفه الا الام غالبا. وزي ما اي عماره ما تعرفيش تخش لها الا بالباب ده، هو لما تعرفي الباب فين الطفل ليه باب. وعشان كده مش بنحب نبتدي على طول بان طب هحرمك طب هعاقب، لا، ما احنا نبتدي الاول بانت شاطر وحلو، طب تعالى بقى نعمل، طب مش عارف ايه يعني كده يعني. لما يبقى بقى عنيد قوي، وده برضه اربطه بقى بالسؤال الاولاني، عنيد وراسي ولا ايه هم اولادنا بيورثوا مننا مش الجينات انه عصبي او عنيد،
لا هم بيورثوا اللي بيعيشوه السلوكيات اللي انا بتكلم عليها، زي ما العلاج السلوكي زي ما الاعراض او الصفات بتبقى سلوكيه مختلفه. يعني الاب اللي كسلان وقاعد طول النهار قاعد على الكرسي وعلى السرير وعمال هات ميه مش عارف مين هات، الواد هيطلع كده مش بالجينات، هو شايف كده فهيعمل كده. معتبر هو ده بقى، ما هو بابا بيعمل كده، انا قلت لك بيتقمصوا، فهم بيتقمصون. بيبقى في عامل وراثي صحيح ان جنرال يعني، بس ما تنسوش العامل الوراثي ده جاي برضه من الاب ومن الام يعني، فبيبقى دايليوتد شويه، مخفف يعني، واخد من هنا ومن هنا. انما ما يرسب اكتر الصفات هو السلوكيات والصفات الحياتيه اكتر. الميكروفون اتفضل، ارفعوا ايديكم عشان هو اللي عارف هيودي الميكروفون فين بعد كده. انا برضه عندي سؤالين. الاول، هو في فرق بين الضمير والمورال لو اللي هو القانون الاخلاقي الطبيعي، في فرق ما بينهم؟ السؤال الثاني، انه اذا انا عندي حد مثلا وصل لسن هو بكالوريوس جامعه وهو فاكر ان هو واصل لمرحله نضج ان هو ياخد قرار ارتباط، وانا شايفه من طريقته ومن سلوكه ان هو في مرحله اللي هي الجنسيه الكامله، الغيريه الكامله، هل ده فعلا لغايه بكالوريوس فعلا دي نفس المرحله ولا هو اتاخر نضجه شويه؟ وازاي اوصل له انه لا لسه مش ده وقته؟ طب شكرا. هو الجنسيه الغيريه الكليه مش الكامله، الكليه يعني بتاع كله يعني. لحد البكالوريوس ده سن بيبتدي فيه الشخص يبقى قرب، يبقى المفروض ناضج. عند البنات يبقوا ناضجين على فكره لان بيسبقوا سنتين كده. انما احنا دايما نقول قرار الزواج غالبا بيبقى افضل للبنت انها تدوق لها سنه شغل، يعني تشوف الحياه قبل ما تيجي تاخد القرار، ما تاخدش قرار شاف كده فانتاستيك يعني. بالنسبه للولد بتتحكم في حاجات كتيره قوي. ما ينفعش بس يقول اصل انا خلاص خلصت اهو وباخد البكالوريوس معايا، لا ده هنا سيبدا الحياه العمليه. جيشه اخباره ايه؟ شغله هيبتدي ازاي؟ يعني الى اي مدى هو راجل مكافح ومسؤول وهيعرف يفتح بيت بقى؟ يعني في شويه اسئله ثانيه تفرق من واحد من الثاني. فطبعا دي يعني تتوقف على حاجات كتيره. انما يعني ما اظنش انه بكالوريوس ده ولد يعني يقول يلا اتجوز. بتحصل حاجات نادره قوي ولها ظروف. انما انا اظن من اول بعد البكالوريوس يبدا في التفكير في الحياه العمليه، يعني يبتدي يبقى بيخطط حط عينه يمكن على حد لو هو ظروفه الباقيه كامله، يعني ما عندوش جيش وظروفه الماديه سهله واهله مساعدين معاه وهو ناضج قوي وسابق سنه يمكن. انما لان هو بياخد بكالوريوس 22 ومش كده 23 صغير، واحد يبقى صعب قوي يعني مش احسن سن. اتفضل. المورال فاليوز وكده هو ده الضمير، هو ده الضمير. لا التفريق حاجه واحده بس. في فرق بين ضميري اللي هو شخص انا ونفسي، واللوز بتاعت البلد، قوانين البلد دي قصه ثانيه. يعني ما بيني وبين نفسي، ما بيني وبين الظروف والمجتمع اللي حواليا، ما بيني وبين ربنا بقى، ده الروح القدس بقى بيبكت على خطين. يبقى دي 3 حاجات اهو، بس الاثنين التانيين دول الارضيين هم تقريبا هم، انما الضمير يعني يحكمني ما بيني وبين نفسي. القوانين يبقى دخلتي معايا عنصر تاني، انما ينطبق عليها ان ما بيني وبين نفسي هعرف امشيه ولا لا. يعني انا عندي ضميري بيقول لي ما ارميش مثلا الورق الزباله اللي في جيبي ده في الشارع، مش مستني قوانين، ما ياما القوانين موجوده ومش بس مش هسمع لها يعني، او اقدر اعملها ومحدش واخد باله، يبقى ده ضميري انا لسه مش مظبوط قوي. فالحته بتاعت القانون الاخلاقي دي لو حطيتيه على ان دي الاخلاق تبقى هي حطيتي ان هي القوانين، لا القوانين دي قصه ثانيه بتاعت الحكومه بقى او بتاعت المجتمع اللي هو حسب ضميري هعرف اتعامل معاها ازاي. قاد الدوله تبقى حاطه قوانين وانا ضميري اعلى من كده، يعني همشي باساليب كده احسن من القوانين الوضعيه اللي حاطينها في البلد. تصوري؟ اللي عليه الدور اتفضل. دكتور، لو عندنا طفل مثلا هو اناني ما بيقدرش يساعد مثلا اخواته، وكل بس هو لما بيعوز حاجه بيرجع لهم وهم بيساعدوه،
ممكن يكون من نوع من العلاج السلوكي ان هو لما يجي يطلب حاجه يبقى اخواته ما ينفذوش طلبه علشان يتعلم ان هو زي ما بيعمل معاهم هو يعلموه نفس الطريقه اللي هو بيتعلم بيها، فبالتالي يرجع عن السلوك اللي هو بيعمله. هو ده مش احسن حاجه، لانه هيتعلم العند اكتر، وهيتعلم انه حتى اخواتي اهو بيعملوا كده برضه. خلي بالك انت اديتي له مثل سلبي شويه. لا يبقى دي تيجي باوردر ان ماما بقى بتقول لا، مش اذا مش هتعمل انت الحاجه الصح انا همنعهم، انا بقى مش هم. انا هقول لهم لا ما يبقوش يدوك زي ما انت بتعمل. افهمه هو كده، ان انا ما بعتش رساله نيجاتيف للتانيين عشان لو احنا فهمناه احنا فعلا بنعمل كده عشان انت بتعمل كده، ممكن دلوقتي تغير سلوكه. بس ما تدخليش اخواته في القصه الا بطريقه شيك يعني مش تروح تديهم اوردر، هم يسمعوا النصيحه برضه مع بعض ماشي، انما ما تقولهمش ما تدولوش عشان كذا كذا، هنعلمهم حاجه نيجاتيف. اتفضل. دكتور لو في حاله جالها وجع نزل على دراعها برجليها وقفها خالص، واتعرضت على علاج مع دكتور قلب، قال ان مفيش اي حاجه ترجع للقلب، اتعرضت على دكتور مخ واعصاب بعد ما عمل رنين طلع مفيش اي حاجه برضه. هل ده ممكن يكون ده حاجه سنه او سنها دي 60 سنه؟ 60 لا لازم تتاخد بحرص شويه، لانه ساعات الرنين المغناطيسي ما يبينش حاجات ويكون في حاجات برضه، يعني ساعات يعني دي ما تكونش حاجه نفسيه مثلا؟ ممكن بس في السن ده صعبه شويه، لما تبقى حاجه كده يوني لاترال يعني على ناحيه واحده لا مش بالسهوله دي، الا في حاله واحده لو في تاريخه المرضي كان عنده زمان حاجات من اللي هي الانشقاق الهستيري اللي قلنا عليه ده. لا مفيش اي انشقاق. ساعات تيجي وتبقى تعبير عن اكتئاب ساعات، بس ده نادرا جدا. لا في السن ده ما بنهزرش، قد تكون حاجات يعني عاوزه صبغه، عايزه حاجات زياده شويه، حاجات ما تبانش. نزود شويه في الفحوصات. طب في سؤال تاني، ايه علاج اضطرابات النوم؟ لا اضطرابات النوم قصه كبيره وحسب اسبابها. في اسباب عضويه واسباب نفسيه، ولو ده اكتئاب اول حاجه في الاكتئاب بتقطع النوم ويبوظ النوم، القلق الخوف الكلام ده. انما في حاجات بسيطه بقى بالنصايح بنقول بيها، يعني ما حدش يقعد يشرب لي شاي وقهوه ونسكافيه وبتاع بالليل ويقول لي ما بنامش ليه، يبقى الاول لازم يوقف ده. مفيش حد يقعد يتفرج على التلفزيونات وافلام رعب واخبار كلها من اللي هي المولوتوف والبتاع ويجي يقول لي هنام بالليل وحش ليه. ما حدش يبقى خانق الاوضه ومحرر نفسه ومتغطي ومش مخنوق وبتاع، لازم التهويه يبقى كويس، ما يبقاش سقعان ما يبقاش جعان. الكحوليات تبوظ النوم، عشان كده يسموها سليب هايجين، يعني زي ما في هايجين للسنان ناخد بالنا ونغسل ونوضب، في النوم ليه هايجين. تعشيش تقيله قوي، تاخدي دش قبل ما ننام، نقرا بالليل اخر النوم، حاجات كده. في شويه حاجات تتمشى، في شويه حاجات تظبط النوم، ده علاج النوم. المشكله هتكون لها جزئين، جزء الاب او الام في البيت تصرفهم، المفروض الولد بيشوف التصرف ده سلوكه غلط. سلوك الاب والام، مثلا الام تقول له معلش بابا جاي تعبان، اصل بابا بيعمل كذا، او العكس يعني. التصرف الثاني الاب او الام اللي بيتصرفوا بره البيت باسلوب وفي البيت باسلوب. الولد وضعه ايه في النظام؟ الولد هيبقى محبط لما ساعات الاباء والامهات بيرسموا نفسهم صوره تمثال كده مثالي، يعني يخلي الولد بقى كده يعني، والاب اللي بيطلع الاول والام مش عارف اللي كانت الام المثاليه ايه، وبعدين يلاقي ابوه بيكذب مش عارف اي بقى نقط ضعف ده يهوى التمثال ده على طول. فطبعا هنا القصه لابد في التربيه ان احنا بنبقى بنعلم اولادنا ان نعتذر، احنا مش هم. اعرف اقول له سوري، لا انا غلطت هنا، طب معلش تعالى بقى هبوس. والام كده، واعمل مع امه كده كمان، الاب والام يعني انا اسف انا قلت الكلمه دي زياده عن كده. يبقى الولد عارف ان الغلط ده حاجه وارده، وعارف ان مش عيب اعتذر، لا وعارف ان ده الصح ان اعتذر. يبقى دي برضه حاجات لازم ما اقصدش الاب المثالي او الام المثاليه، انا اقصد الاب اللي بيتصرف في البيت مثلا ما بيتعودش دايما يطلب طلبات طول الوقت. طيب ما ده عايز ابنه يبقى ايه؟ ما ازاي تطلع الابن في الظروف دي؟ ما هو بيجي في الخدمه بينزل الخدمه بظروفه دي. هو ازاي يطلع فهمت حضرتك.
هو طبعا دي يلا شوفوا التليفون هيروح فين. هو دي بتبقى عاوزه نكسب يعني ده دور على فكره الخادم والخادمه. انا دايما اقول الكنيسه احسن مجتمع علاجي، خلي بالك. لا 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 انا مش بتكلم على الاب والام، انا بقول الكنيسه مجتمع علاجي، يعني الولد يلاقي في الخادم اب تاني مثالي، ويلاقي البنت تلاقي في الخادمه ام بدل الام، يعني ام بديله كده تعوضها عن الغلط اللي هي بتشوفه، ما تبقاش عايشه بقى كده وكده، تبقى عايشه شايفه امثله كويسه تقتدي بيها. في الحاله دي هنعوض عن النقط الضعف بتاع الاب والام. لو وصلنا للام اللي هي مقتنعه ان الاب هو اللي بيتصرف، الام بتاعتها ما هو اللي مقتنع منهم كويس هيصلح بقى، انما اللي مش مقتنع الاب والام البدلاء بقى ابونا والخادم والخادم. يلا احنا قدامنا سؤالين ثلاثه. دكتور حضرتك اتكلمت في المرحله اللي بتمر بيها وتكون هناخد الميكروفون بعد كده ورا او حاجه كده عشان ما نحسش بالظلم يعني. اتفضل. ففي مرحله بتمر بيها انك بتحب كل يوم حد او كل شويه حد، لما مريتش بالمرحله دي ودخلت السن دوت وانت اوريدي فاهم المرحله السنيه ديت وتعاملت مع مشاعرك بشكل كويس وقدرت تتعامل مع الناس كلها بعلاقات جماعيه ونفس الفكر اللي احنا بننميه، لو ده حصل كده حصل لك دروب في المرحله دي ان انت ما كنتش بتحب كل يوم واحده، كنت فاهم مرحلتك السنيه وقررت انك مش هترتبط في المرحله دي. لا برضه خلي بالكم ما تفهموش السلم بتاع فرويد على انه حرفي ولا بد لا، كلنا بنعدي في ده ساعات واحنا مش واخدين بالنا، ساعات نعدي فيه من غير ما نبقى فاكرينه، ساعات ما نختبروش اصلا ومش هتحصل مشكله. يعني لو ما عدتش في الجنسيه المثليه بالعنف يعني اللي انت متصوره انها تبقى حاجه كده زي ما انا قعدت امثلها، لا هتساويها ايه؟ انك صاحبت شويه اولاد وخلاص. ما هي دي برضه مرحله، مش لازم يعني بالضغط اللي انا قعدت احكي عليه. اتفضل. دكتور لو في ولد عندي كان حاسس ان هو متجاهل شويه في الاسره، فقرر ان هو يعني يبان او يظهر نفسه، فقرر ان هو كل حد في الاسره ياخد منه بوسه او حضن، بس كتير بقى دوت سلوك طبيعي ولا؟ ده سلوك ذكي ويشكر عليه انه بدل ما يطلعه، بس بقى عاوز ايه؟ عاوز الاهل واللي حواليه يشخصوا ويلقطوا ويابريشيت ان هو يعني شاور لهم على حاجه ويشبعوه من ده كمان، بس بطريقه صح حسب سنه وحسب كده يعني. انما طبعا ده كتر الف خير وده شخص لهم وجاب لهم العلاج لحد عندهم بطريقه لطيفه، غيره هيضربهم كل يوم. التكفير حضرتك قلت لو كان الانسان ما عندوش استعداد للتغيير، ما زي القرص اللي بناخده قبل الكحوليات، طب عند الطفل اكيد ما عندوش استعداد لتغيير سلوك سلبي. لا الطفل بنتعامل معاه تربويا مش علاجيا، بتربيه، فانت حسب ما تشكلي العجينه كده تديها كده هو مستسلم لك لانه طفل. انما في الكبار لما بتكلم الكبار لما اجي اقول لك لا مش عاوز ابطل حريه خلاص هتعملي له ايه؟ طيب في ولد في الخدمه بعد الثوره حصل له فوبيا من اي صوت فرقعه في الشارع، يدخل ويحصل له حاله هستيريه ويزعق في مامته، خايف يركب الاسانسير عشان عطل بباباه مره، كان قبل كده جريء بس هو بعد احداث الثوره في 5 ابتدائي. هو دي ارتباطات شرطيه من اللي بنحكي عليها، انه تحصل للصغير والكبير انه حاجه موقف حصل وهو في حاجه في طياره مثلا وحد صوت صرخ مش عارف اغمى عليه، يبقى بعد كده يخاف من الطيارات، اسانسير ومش عارف حصل اتهز ايه، يبتدي يخاف ويحصل ارتباط شرطي ويعممها بقى على كل دي كلها دي عاوزه علاجات سلوكيه بسيطه. لو الاب والام بيعرفوا يشجعوا ويجيبوها ضحك وهم يجربوا قدامه ويوروه له كان بيها ما كانش، ساعات تعوز حد متخصص اتصل ساعات ان بندي ادويه. دكتور اتفضل. سؤالين، السؤال الاول متعلق بالاطفال. سؤال واحد عشان هو سؤال السؤال الاطفال بالنسبه للتربيه الاطفال في سن 3 سنين 4 سنين العقاب بالحبس في اوضه لوحده، ده صح ولا غلط؟ بيسموها طاين قوي مش الحبس. لو بالشياكه هنقول له لا هتقعد هنا كده 5 دقايق كده على الايه ده وهو تبقى عندك يعني من قوه الشخصيه والاقناع انه هيقعد عشان
ما نخلوش يغلط ويكسر الكلام لا مانع، دي واحده من الحاجات المتدرجه انه هيقعد شويه كده 5 دقايق بس بدون اهانه وبعدين المهم الدرس اللي بعدها. تعالى بقى، عرفت احنا عملنا كده ليه؟ ان ما عرفش يبقى زي قلته، وعرفت كده ليه طب قول سوري بقى وما تتكررش، ده وصلنا الرساله. ايه العامل اللي يحصل الصراع في صالح الانسان نفسه؟ الصراعات معظمها هتبقى ما بين الروح والجسد، والله بولس الرسول وصف هننحاز لمين؟ دي الحياه وده الموت، هنحب مين؟ نروح فين؟ عايزه نمو روحي، عايزه علاج معرفي اللي هو ان نغوص في معرفه حب ربنا يسوع المسيح. يعني ازاي الواحد يملى وينظف ويصلح دماغه، لانه اللي هيبقى في دماغي هو اللي هيقود بقيه جسدي كله. فهي عايزه حته روحيه. اخر سؤال. السؤال بس الوسائل بتاعت اللي هو المريض اللي هو عنده فوبيا او اي حاجه زي كده، الفرق بين الطوفان والاطفاء، هل ده بيتعرض للحاجه اللي بيخاف منها مره واحده والتاني تعرض متدرج؟ ومره واحده ايه باخر مكتوبه وعنف مش كده محدش بيحبها. طوفان يعني هتجيب اخرها هتخليه يشرب الموقف كله وبعدين تطمنه انه اخرها ايه يعني كان مقلها شويه وخلاص يعني الثانيه بقى تاخدها تكملها شويه كده واحده واحده. انما الانسانيه اكتر يعني. اشكركم وارجو منكم